السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تاني حلقة من بودكاست أخلاق البيزنس. والحقيقة التوبيك المرة دي إحنا بقينا بنتعامل معاه وبيمر علينا في يومنا كذا مرة، وبقينا يا إما إحنا بنقوله عادي يا إما إحنا بيتقال لنا 20 مرة في اليوم. فخمس دقايق والأوردر يبقى عندك، 5 دقايق وأكون عندك، 5 دقايق والحاجة توصلك، 5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق. وبتلاقي على الرغم ان الجمله دي ممكن تتقال لك 20 مره في اليوم، ولكن هي كل مره بتحمل كذا معنى. ممكن 5 دقايق وابقى عندك فتبقى ساعه، وممكن 5 دقايق والحاجه توصلك فتبقى ربع ساعه، وممكن الحاجه اصلا ما توصلكش ولكن هي برضو اتقال لك 5 دقايق. فلما تيجي تفكر كده تلاقي ان هو من الاثكس ومن الاخلاق، سواء على المستوى الشخصي او على مستوى البيزنس، ان انا ال5 دقايق دول نعرف هم جايين منين، ونعرف احنا اثره علينا ايه. سواء انا بقول ان 5 دقايق واكون عندك، او اثره على البيزنس حتى اللي انا بمثله ممكن يكون ايه. فلما انت تيجي تفكر كده، لو واحد عايز يطلب اكل لضيوفه، ضيوفه جايين له الساعة 5 وهو طالب الاكل، انا فاهم انك انت مش انت اللي ممكن تكون بتعمل الاكل ولا انت اللي بتوصل الاكل. ده احنا هنفترض انك مش انت اللي بتوصل اكل، بس سواء انت بتوصل او انت اللي بتعمل اكل او انت اللي بتتكلم في التليفون او ايا كان، تخيل كده انت قلت له 5 دقايق والاكل يبقى عندك، والضيوف وصلوا والاكل ما بقاش عنده. فاحنا محتاجين نحط نفسنا مكان الشخص التاني. هل هو هيبقى زعلان؟ يعني هو الاكل لو ما وصلوش هيبقى زعلان؟ وهل لو انا قلت له ان الاكل هيوصل لك كمان ساعه مش 5 دقايق هيبقى زعلان؟ الاجابه الاتنين هيكون زعلان كده كده. تمام. بس انا اديته الفرصه ان انا كنت رحيم بيه شويه، وكنت بفكر ان انا لو مكانه هبقى عايز حد يقول لي، هبقى عايز حد يقول لي الحقيقه. فيا فندم والله احنا حصل عندنا مشكله فالاكل هيتاخر للاسف، فانا ابقى عارف. فانا اصبح ان انا سبت له باب ان هو يتصرف. سيبك ان هو كده كده ممكن يكون زعل مني، بس انا بحط نفسي مكانه. فممكن يبقى يطبخ حاجه، يطلب من حته تانية، يبقى عارف. بدل ما هو واثق في كلمتك، واثق في البيزنس ان هم خلاص 5 دقايق وهيكون موجود. وهتلاقي ده بيترتب عليه حاجات كتير. وحتى انت على المستوى الشخصي، لو انت بتقول 5 دقايق واكون عندك، 5 دقايق والحاجه توصلك، 5 دقايق، انت محتاج، لو انت مش في ايدك الموضوع، ان انت تبقى متاكد من الاجابه الاول، فتسال في الاجابه الاول. اما لو انت اللي رايح، فانت محتاج تكون صادق، محتاج تقول الحقيقه، حتى لو الحقيقه دي من وجهه نظرك ممكن تبقى بايخ، لان محدش بيحب ان هو ايه، هو اللي يبقى متصدر. فانا لا، انا اقول 5 دقايق ومش انا بقى ايه، ويبقى بقى اي حد يلم ورايا، او يمكن ربنا يسترها والعميل فعلا ما يكونش مستعجل. بس انا بكلمك انت على اثره على الشخص نفسه اللي بيقول. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا آية المنافق 3: إذا حدث كذب. فأنا لو قلت حاجة وأنا عارف إن هي مش حقيقة، عارف إن الأوردر مش هيوصل دلوقتي، عارف إن الحاجة مش هتكون جاهزة دلوقتي، عارف إن أنا مش هوصل في ميعادي دلوقتي، فدي فيها أنا بكذب. وإذا وعد أخلف. فأنا وعدتك إن الحاجة هتوصلك في الوقت ده وأخلفت، وأنا اللي وعدت. فأنا محتاج أتحمل نتيجة كلامي، وإن أنا أبقى هسأل على كلامي، سواء من البيزنس أو ما بيني وما بين نفسي، أو إن أنا كدبت، أو إن أنا وعدت وما صدقتش. فأنا محتاج أكون مسؤول عن كل كلمة أنا بقولها، أيا كان دوري فين، أيا كان أنا بلعب أنهي دور.
لان اوقات بتكون جايه من ان ما هو ممكن يبقى 5 دقايق ويوصل، او على الاقل انا اقول كده وما اخدش انا الكلمتين في التليفون احسن. فده محتاج ان احنا نشوف اثره على البيزنس بقى، سواء انا مسؤول سواء انا اللي بتكلم. محتاجين نفهم قيمة الوقت وقيمة الالتزام بالوقت، سواء على شخصنا ان انا اكون بكذب، ان انا اكون بخلف في وعدي، ان انا اكون اي حاجة من الحاجات دي، واثر على البيزنس. في بيبر او بحث بيتكلم عن مش بس عن الحاجات اللي هي ساعة وبتوصل اكل فبيوصل، لا، الحاجات لما انت بتطلب حاجة اونلاين فبتاخد 5 ايام او 6 ايام في الشحن والقصص دي. يقول لك 69% من الناس اللي الاوردر بتاعهم بيتاخر عن يومين في الوصول مش بيطلبوا من الشركه دي تاني، مع ان المنتج ممكن يكون حلو، مع ان المنتج ممكن يكون روعه، بس هم كانوا محتاجينه دلوقتي. عامله كده زي ما انت تطلب الاكل، فهو لو وصلك بعد السحور، لو انت طالب اكل عشان تتسحر بيه، ملوش لازمه. الاكل حلو بس ملوش لازمه خلاص. انا طالبه ان الاكل يبقى حلو في الميعاد ده، فاصبح ان انا مش هثق ان انا اطلب على السحور الاكل ده، وده بيترتب عليه ضرر على البيزنس. لما اكون بقى فاضي وما وريش حاجه ومش جعان قوي ابقى اطلب منه. فلو انا كنت هعمل 10 اوردرات من المكان ده، انا هعمل 3، لان 7 منهم هكون مستعجل ومفيش الريسك ان هم يتاخر. وده هتلاقيه بيحصل لما انت بتعمل اي حاجه. لو انت مستعجل على اي حاجه، لو انت عارف ان الشركه دي مش هتصدق، انت هتخاف في الحاجات الارجنت انك تعملها. لو انت عارف ان لما تطلب اوبر ولا كريم هيتاخر والسواق هيقعد بقى يتاخر عليك، هتروح موقف تاكسي على طول وهو معدي من قدامك. لو انت بتتعامل في الشغل مع موردين وعارف ان المورد ده بيسعفك، بس المورد ده عنده حاجات احلى بس مش هيسعفك، هتبقى بتطلب وانت مضطر من اللي بيسعفك. وده بقى لما اكون على مهلي. فاثره على البيزنس كمان مش بس ان ممكن حدش يشتري منك، لا، ده حتى اللي بيشتري منك ممكن ما يشتريش منك بنفس القوة الشرائية اللي كان هيشتري منك بيها. ففي ضرر لمجرد ان احنا ما صدقناش في الميعاد. وده شخصيا بينعكس، محتاج البيزنس كله والناس كلها تبقى متوافقة عليه. انا عندي معمل اسنان، فمعمل اسنان بيبقى الدكتور محتاج الحاجه في ميعادها، الكراونز والفينيرز والحاجات دي محتاجه الحاجه توصل في ميعادها. فلما الدكتور الحاجه هتتاخر عليه، البيشنت هيجي ومش هيلاقي الحاجه. فبالتالي مين اللي غلطان في نظر البيشنت؟ الدكتور. ولكن الدكتور هو الكلاينت بتاعي والبيشنت هو الكلاينت بتاعه، فانا محتاج اكون مهتم بالاثنين. فمحتاج ان انا لما ادي ميعاد الحاجه توصل في ميعاد. فمن سنين كتير لما فتحنا كانت فكرة إن الناس تصدق في مواعيدها، في مسترست كده ما بين المعامل وما بين الدكاترة شوية. فالدكتور لو عنده المريض جاي له بكرة، فيروح قايل للمعمل إن المريض جاي لي النهاردة عشان يبقى مطمن إن الحاجة عنده. وده اتكون ليه؟ عشان ممكن بعض المعامل كانت فعلا بتأخر عن الميعاد، فأنا عايز أبقى مطمن على حاجتي تكون معايا. وكانت الفكرة أصلا إن إحنا مش عايزين ده، عايزين الناس تبقى واثقة فينا، عايزين الناس نبقى بنصدق في ميعادنا قدر الإمكان، ونبقى فعلا لو في مشكلة نقولها. فأنا فاكر كويس إن كان في دكتور الميعاد بتاع تسليم الحالة يوم الحد الساعة 12، وعادة الدكاترة بيبقوا سايبين زي ما قلت لك سيفتي مارجن كده، إن هو إيه، لا، في براح شوية إن مثلا البيشنت جاي له بالليل، جاي له تاني يوم وهكذا.
عشان يبقى مطمن حتى يبص على الحاجه. فراحت له الحاجه الساعه 12 ونص، وبعدين اتصلت بيه. وعلى الرغم، وكنا في الاول خالص، فكنا محتاجين نأسس ده سواء مع التيم جوه او مع الدكتور نفسه والدكاتره والسوق والسمعه والقصه دي. فالبيشنت راح لك، لا البيشنت ما جاش، فكده حلو، كده الحاجه راحت مش متاخره يعتبر. ولكن على ارض الواقع هو طلبها الساعه 12 وراحت له 12 ونص. فاحنا من وجهه نظري احنا ما صدقناش في الميعاد. طب افرض البيشنت كان راح له، فانا عايزه يثق فيا. فقلت له يا دكتور، انت الكراون ده انت مش هتحاسب عليه. كانت المكالمه حتى قدام الناس. فطبعا كانت الناس مستغربه، والدكتور كان مستغرب، ليه يا ابني ما الحاجه وصلت والبيشنت ما جاش؟ لا، انا عشان انت تبقى مطمن ان الحاجه هتوصلك في ميعادها لما تطلبها، عشان احنا ما صدقناش في الميعاد، بصرف النظر بقى البيشنت هيجي لك السنه الجايه، هيجي لك ايا كان. فاصبح الدكتور ده بقى ايه اللي حصل؟ بقى مطمن ان هو لما هيقول الميعاد الساعه كذا هيبقى الساعه كذا. بقى بيقول للناس اللي حواليه، بقى كمان ما بيضغطناش، لان هو بيدينا البراح الحقيقي اللي هيحصل. فلو البيشنت جاي له تاني يوم، هو هيقول لنا انا محتاجها تاني يوم، مش هيقول لنا انا محتاجها النهارده. فاصبح احنا كمان قصاد ده احنا بقينا مرتاحين كمان في الشغل، وهو بقى بيثق في ميعادنا، وبقى بيتكلم عن الميعاد عشان بس ممكن نصدق في ميعادنا. فانت متخيل، زي ما بقول لك البيبر اللي بتتكلم ان 69% ممكن يبطلوا يتعاملوا مع البيزنس بس لمجرد ان الحاجه اتاخرت عليه. 69 ده رقم كبير. طيب انا يا عم خسرت الناس، ودلوقتي الناس اتضايقوا مني، ما انا في السوق مليان ناس، هجيب ناس من اي حته وهجيب كلاينتس تاني. يعني انا عندي منتج رهيب وعندي منتج مطلوب ومفيش غيري في السوق اللي بيعمل ده. ده بافتراض ده تكلفه. وخليني اقول لك الرقم، في استادي بتقول ان تكلفه العميل الجديد بتكلف انك تحافظ على العميل القديم اكتر ب5 ل25 ضعف اللي انت بتدفعه. من 5 ل25 ضعف اللي انت بتدفعه عشان تحافظ على العميل اللي اوريدي معاك. انت متخيل الرقم؟ يعني ده بافتراض الرقم القليل فيهم، مش ال25، ال5 اضعاف. فانت لو بتدفع 10 جنيه عشان تحافظ على عميل، انت هتدفع 50، انت هتدفع 250. انت شايف الرقم ممكن يكون مختلف ازاي؟ فالضرر هيبقى كبير جدا، والناس بتبقى واثقه في الكلام اللي بيتقال عشان مضطرين ساعات. وخلي بالك احنا بنتكلم عن حاجات ممكن تكون مش البيتزا ممكن تتاخر، بس انت ترجم ده على كل القطاعات. البيتزا، اكل بيبي، دواء لمريض، عربيه اسعاف، مطافي. هتلاقي ان الاضرار بتكون اكبر بقى. سيبك من ال5 وال25 ضعف، ده في ناس ممكن حياتها تتاثر، في ناس ممكن يبقى وراهم حاجه مهمه. فلما تلاقي مثلا حد وراه حاجه مهمه، لو حد عنده ميعاد مهم تكريم في بلد بره ولازم يروح، يوصل الساعه 8 الصبح، وفي طيران معروف عنه ان هو ارخص، بس غالبا الطياره دايما بتقوم متاخر، دايما الطيران بيحصل فيه تاخير في شركه الطيران دي، وفي طيران اغلى بس بيصدقوا في مواعيده. هيروح في انهي واحد؟ لو الميعاد مهم وما ينفعش يتاخر عليه، لو بيزنس ديل بارقام فظيعه ولازم يروح في الميعاد، هل هيروح في الرخيصه؟ ولا المهم ان هو يروح في ميعاده؟
فاحنا محتاجين ندرك ان تأثير ان احنا نقول 5 دقايق ده ممكن يأثر علينا احنا كسمعتنا الشخصية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فاحنا محتاجين نكون صادقين الوعد، ان احنا لما نقول كلمة نبقى قدها، نبقى عارفين. لو احنا نجهل المعلومة الحقيقية فنرجع نتأكد وبعد كده نقولها. فمفيش مانع ان انا اقول لك طب استنى هتأكد. انا ممكن اتصرف، ممكن تسيب لي الفرصة ان انا اتصرف، ممكن يبقى حتى دي بوابة انك تعتذر لي بعد كده ان والله ده غصب عننا. فمحتاج اكون عارف المعلومة الاول، ومحتاج ان انا لو في تأخير انا اللي اسبق. فانا معادي الساعة 3 وعرفت لأي سبب قهري او اي سبب ان انا مش هعرف اوفي بالميعاد ده، انا اللي اتصل من الاول. انا والله بعتذر لك جدا بس انا مش هقدر، حصل 1 و2 و3، اقل ضرر. ومحتاج ادرك ان رضا العميل هيتأثر، وبالتالي البيزنس هيتأثر، وبالتالي انا حتى لو انا مش صاحب الشغل انا ممكن ينعكس عليا ان الشغل لما هيتأثر فالمكان مش هيكبر او المكان هيصغر، فانا ممكن رزقي يتأثر. مش رزقي بان هو رزقي هيقل، بس احنا كلنا اسباب في الرزق. فمش بس صاحب الشغل هو اللي بيدي المرتب، لا، هو في الحقيقة هو ربنا كاتب لك المرتب ده. بس في النهاية لو ما فيش كلاينتس هل المكان هيفضل شغال؟ فانت محتاج انك انت يبقى قلبك على العميل، يبقى فعلا بتصدق في كلامك. يبقى بنرجع بقى لما الموضوع بيتكرر نرجع نشوف يا جماعة احنا عندنا مشكلة في تأخير الاوردرز، وده ممكن يأثر بالشكل الفلاني 1 و2 و3. زي ما قلت لك ممكن واحد ما يكون ما بيلجألكش خالص غير وهو مريح. فانت ممكن بس انك تعظم من البيزنس ومن دخلك ومن كل الحاجات دي لمجرد انك تصدق في ميعادك، فالناس تبقى بتطلب منك وهي مستعجله وهي مش مستعجله، وهي جعانه وهي مش جعانه، وهي مضطره وهي مش مضطره. ده بس اللي ممكن نعمله. فاحنا محتاجين نراجع نفسنا في فكره 5 دقايق ويبقى عندك. نلتزم بالكلمه على قد ما نقدر. في ناس حياتها ممكن تكون مترتبه على حاجات كتير، ممكن تلخبط لناس مواعيد كتير. وده مش بس حتى في البيزنس، ده حتى في علاقاتنا. هبقى عارف ان فلان ده بيتاخر فانا خلاص انا ارهقت من ان هو بيضيع لي وقتي. هبقى عارف ان البيزنس ده انا هروح هفضل ملطوع مش هيصدقوا في موعدهم. انا لو في بديل حتى اقل كواليتي شويه هروح له، خصوصا لو حاجه الكواليتي فيها مش هتبقى فارقه قوي، حاجه مش حياه او موت. فهبقى عايز ده المعطيات اللي الناس بتختار عليها سواء علاقاتها الشخصيه اوقات. لما انا احس ان في واحد بيرهقني بان انا مش عارف اخد منه كلمه، ولا عارف ان انا اظبط يومي عليه، هو هيجي في اي وقت. وفي نفس الوقت ده الناس بتقرر عليه البيزنس ان هو هتعامل معاهم ولا لا، هثق فيهم ولا لا، هثق في الشخص اللي بيكلمني ولا لا، هبقى شايفه ازاي، هشتري منهم تاني ولا لا. الخسائر ممكن تبقى رهيبه على الشخص وعلى السمعه وعلى البيزنس نفسه. فده كان موضوع مهم، حسيت ان احنا محتاجين نتكلم فيه عشان نوصف ال5 دقايق دول، وما يبقوش 5 دقايق ثابتين، يبقوا نص ساعة، يبقوا ساعة، يبقوا 7 دقايق، يبقوا نص ساعة، يبقى أي رقم.
بس يبقى رقم حقيقي، يبقى رقم ملموس، وابقى شايف في بالي اثر الرقم ده، فابقى بتكلم مع الشخص وانا عارف الاثر، فيا اما بعتذر له يا اما بوضح له الحقيقه. هيفرق جدا في علاقتنا مع الناس وعلاقه الناس بالبزنس اللي احنا فيه.